إذا مشاهدينا الكرام، إليكم طريقة تنزيل قناة MBC 5 على مدار نايلسات. الآن سنقوم بإدراج أو بتنزيل هذه القناة، وذلك بالدخول دائما إلى التركيب. كما نشاهد هنا سنقوم بدخول التركيب، ثم نضغط على إعدادات الهوائي التي تضم الأقمار. هنا قائمة الأقمار، سنختار قمر نايلسات 7 درجات غربا عندي هنا، سأضغط عليه أوكي. ثم سأمر إلى قائمة الترددات أو لا فريكونس، سأضغط أوكي. كما نشاهد هنا عندي إضافة أجوتي باللون الأحمر. دائما الإضافة تكون هنا مختلفة دائما حسب نوعية الأجهزة. أنا عندي هنا إضافة باللون الأحمر، دائما تبحث عن الإضافة أو أجوتي، إضافة بالتردد. وإذا كان التردد موجود يعني لا داعي لإضافة التردد. أنا الآن عندي هنا التردد غير موجود، سأضغط على الزر الأحمر هنا في الريموت كنترول. نشاهد إضافة، التردد هو 11560. كما نشاهد سأقوم بتقريب الصورة أكثر لنشاهد التردد. هذا هو التردد 11560. كما نشاهد هنا 11560. القطبي والاستقطاب عمودي فيرتيكال أو رأسي، نضعها كما هي هنا تبقى رأسي يعني فيرتيكال. ترميز 27500 تبقى هي، وسنمر إلى معامل تصحيح الخطأ، سنغيره إلى تلقائي أو أوتو. أضغط أوكي ثم أضغط أوكي. أشاهد هنا الإشارة، ظهرت معي الجودة 97%، يعني أنا حصلت على الإشارة الجودة، يعني سأحصل على القناة بسهولة. إذا قمت بتنزيل إضافة تردد وحصلت على الإشارة في الجودة، هذا يعني أن القناة ستنزل معك. هنا القوة الإشارة، يعني نحن نريد الجودة فقط. هنا الجودة، سنقوم بالبحث التردد لقناة MBC 5. بحث التردد فقط، خاصية التردد، وهل تريد البحث الشبكي؟ لا، سنريد تردد واحد لباقة قنوات MBC. سنشاهدها الآن، ستنزل معنا 12 قناة دارت على هذا التردد. سأقوم بالخروج إكزيت أو خروج لأشاهد قناة MBC 5 أو هاي قناة MBC 5 كما سنشاهد الآن. MBC 5، هذه قناة MBC 5 المغاربية، هي الآن توجد هنا في هذا التردد، وهذا هو التردد 11560 فيرتيكال أي رأسي، معدل ترميز 27500. الآن هنا سأبدأ بشرح هذه القناة، عن تغطية هذه القناة. إذا كنت في المغرب العربي ستلتقط هذا التردد، إذا كنت في الشرق الليبي لن تلتقط، تحتاج إلى 140 وما فوق. بالنسبة لمصر والشرق الأوسط لا تلتقط هذا التردد، هذا التردد خاص بدول المغرب العربي فقط. إذن هذه القناة هي موجهة للمغرب العربي، وبالأخص المغرب والجزائر وتونس وبعض أجزاء من غرب ليبيا والوسط ليبيا. إذن هذا هو التردد الذي تعمل عليه قناة MBC 5 المتواجدة على قمر نايلسات، حزمة المغرب العربي، ليست حزمة عامة وليست حزمة شرقية، حزمة المغرب العربي فقط. إذن نلتقي في الفيديو القادم بحول الله.